لو ان انتوا فاجئتونا. الناس كلها في اليوم ده اتفاجئت مفاجأة غير ممهدين انتوا لأي حاجة، فجأة طق طق على الانستجرام بوم تك كده. الغريب في العلاقة دي انه الاحترام متبادل بشكل جدا فظيع، مشاعرك ممتازة جدا في الناحية دي، راقية جدا. لما تعب رحتي له، عشان كده يمكن بتقولي انه المشاكل لما تيجي خلاص بقت صغيره لدرجه انها ما اديهاش الحجم الاكبر قوي اللي هو يهد بني ادم، مش كده؟ ايه اللي حصل؟ ما حصلش نفور بينكم، ما حصلش كراهيه، بالعكس انتوا الاتنين على نفس مستوى الحب المتبادل طول الوقت. طبعا انا مش بحب احمد، انا بعشقه. ما هو بيقول نفس الكلام. عايزه اقول لك لما حبيت احمد اكتشفت ان انا ما كنتش بحب قبل كده. ان الحب اللي قبل كده ده انا ما حبيتش. ان احمد الحب اول حب في حياتي. ربنا بقى يعني انا عن نفسي عملت استخاره، رحت عملت عمره، دعيت ربنا واللي ربنا رايده يكون. في حاجات كده بتبقى بتاعت ربنا. انا ربنا عايز يمشيني في السكه دي، انا راضيه في السكه دي، انا راضيه. اللي هو عايزه يكون. فريدي مثلا عايز يعني يدخلني في السكه دي، ودي مش على رغبتي. لا، هو اللي شايف. هو اللي أدرى، هو اللي عايز. انتيش عرفك، مش ممكن يكون مثلا دعاء من دعواتي يا رب اعمل لي اللي فيه الخير، هو ممكن شايف ده خير. ده ما هو ده اللي بيحصل دايما في حياتنا واحنا ما بنبقاش فاهمينه ساعتها. بس بعد شويه بنقول لا اشكرك يا رب انك انت لما لقيتني بالغباوه دي حطتني في المكان اللي اصلح لي يعني.